الخير والشر. أولا، مقياس الخير والشر وضابط الخير والشر هو إن الحاجة اللي بصنعها أو بعملها دي أسأل نفسي هي نهايتها جنة ولا نار. هنا أقدر أعرف وأبصر جدا الخير ده خير حقيقي ولا هو شر، والشر ده اللي أنا متخيله شر هو شر ولا هو خير بس أنا اللي مش واخد بالي. لا خير في خير بعده النار، المتوهمه خير ونهايته نار ما يبقاش خير أبدا. ولا شر في شر بعده الجنة، اللي أنا متخيل إنه ممكن يكون شر لازم أنظر فيه كويس وأشوف نهايته إيه. لو النهاية كلها خير وإلى الجنة يبقى ده مش شر، أنا اللي متوهم إنه شر. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. في أمور في القرآن وضحت جدا إن اللي انتوا فاكرينه شر ده مش شر، بالعكس ده خير كبير ليكم. وأشياء كتيرة جدا في الدنيا بتوضح المعنى ده، فلازم تاخد بالك ولازم حضرتك تاخدي بالك أنه لا خير في خير بعده النار ولا شر في شر بعده الجنة. في معنى جميل قوي في قصة شخص كان فقير بيعدي في قريب من بيت في امرأة من الشباك بتصنع عيش وتضع رغيف للراجل الغلبان ده، بس هو بيقول لها جملة واحدة: إن الشر الذي تصنعه يبقى معك والخير الذي تصنعه يرجع إليك أو يعود إليك. هي في يوم من الأيام وهي كل يوم معتادة تعمل الرغيف كان نايمة على مشكلة، وده صعب جدا ان انت تنام على مشكلة، من الله شر المشاكل. وحاول حضرتك وحضرتك تحاولوا جدا انك تنهي اليوم بفكرة انك تضع رأسك ورأسك على الوسادة، ومفيش اي ازمة، مفيش اي مشكلة، مفيش اي نوع من انواع كراهة اني استيقظ في الغد، يعني ان انا مش حابب اصحى بكرة، يا رب يكون الليلة دي اخر ليلة. ليه؟ ده انت تتمنى من الله انه يعطيك المنحة دي دائمة حتى يختم لك على فضل. انت نايم حزين وعامل مشكلة وبتدعي وتقول يا رب يكون اخر ليلة، عايز اخر عمل واخر ليلة مشكلة وخناقة. فدايما دايما دايما نكون في حالة صلح مع الذات وصلح مع الناس. فالشخص ده لما كل يوم يقول الجملة بتاعته: الخير اللي بتصنعه بيعود إليك والشر الذي تصنعه يبقى معك. الست دي هي نايمة على مشكلة فاستيقظت وحالتها النفسية سيئة جدا، عملت الرغيف، سمعت الراجل بيقول الكلام، الشيطان تلاعب بيها، فجأة خدت قرار غريب جدا ان هي تحط في العجين اللي هي بتعمله ده سم، وراحت عملت الرغيف لما الراجل قرب واديتهوله. ما ادتش الراجل الرغيف بإيده، وده من لطف الله، هي وضعته في المكان اللي الراجل هياخد منه. لحظة غاب فيها الشيطان فعادت الحالة النفسية الجيدة للمرأة، قالت أنا إيه اللي هعمله ده؟ يعني أنا متضايقة فهاجي هضع للراجل الفقير ده سم؟ استغفر الله العظيم. الإنسان دايما يحاول الرجوع إلى الله، دايما 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 حالة الإنابة والرجوع. اوعى تفتكر في لحظة أو حضرتك تفتكر في لحظة إن الخطأ ده اللي أنا عملته أيا كان شكله إيه نهى كل الخير اللي في حياتي. لا، ربما الخطأ ده تصادم مع خير فانتهى الخطأ وانتهى رصيدي من الخير في الموقف ده، لكن عندي لسه أرصدة تانية. دايما أقول لنفسي كده عشان ما يجيش الخير اللي أعمله أتوهم إنه هينتهي كله. فالمرأة عادت إلى رشدها بسرعة جدا واستغفرت الله وخدت الرغيف ووضعت مكانه رغيف. نسينا نقول لحضراتكم الحقيقة إن المرأة دي عندها شيء مهم قوي في حياتها، ربما هو اللي مأثر عليها التأثير ده. عندها ابن لم يعد من الحرب، فلا هي عارفة هو مات ولا هي عارفة هو راجع. حصل إن بعد غياب الراجل ده بساعات بسيطة وخد الرغيف اللي كان المفروض يبقى فيه سم وخلاص خد الرغيف كويس، ابنها رجع. ما صدقتش نفسها، بكاء شديد واحتضان وقبلات والبيت في حالة فرحة كبيرة جدا. لكن الولد ابنها فاجئها بمعنى، سبحان الله لطف الله اللي بنقول عليه، فاجئها بمعنى خطير. قال لها وانا جاي في الطريق خلاص كنت هموت، التعب رهيب وجوع غير عادي، حسيت ان انا هسقط ولو سقطت خلاص انا في الغابة هتأكلني بقى الذئاب. لكن ظهر راجل غريب وغلبان، وهذا الرجل الغلبان الغريب أعطاني رغيف أكلته فقواني وقدرت أمشي المسافة دي واجيلكم. لما وصف الراجل، المرأة اكتشفت إن هو ده الراجل اللي بيأخذ منها الرغيف كل يوم. يعني هي كانت بتضع السم لابنها مش للرجل. لكن لما تعود إلى رشدك وتعود إلى خير ما كنت معتاد عليه وبتصنعه دايما، اعلم أن الله سبحانه وتعالى دائما أبدا ينتظر أوبة الآيب وأوبة الآيبة ورجعة الراجع. كل إنسان يصنع شيء يتوهم أنه شر كبير يسأل نفسه الشر ده نهايته إيه، وخير كبير يسأل نفسه الخير ده نهايته إيه، عشان الشكل
بين الخير وبين الشر أمور متشابهة ومشتبهة علي، أسأل نفسي اللي بصنعه لو نهايته جنة يبقى صحيح، لو نهايته غير الجنة يبقى خطأ، واللهم ادرأ عنا شر الخطأ.